انت داخل في عقلك انك تعرف تضحك على زكي بشكها؟ وهو ستيفان روستي البارون، الخواجة المصري قوي. اتولد في إيطاليا في 16 نوفمبر سنة 1891 من أم إيطالية وأب من بارونات النمسا، وجه مصر سفير للنمسا. فتلاقي ستيفان اتولد في جو ملكي أرستقراطي. بعد انفصال الأب والأم عاش ستيفان مع والدته، ولما حبت تتجوز من واحد إيطالي كان بقى شاب وسابها وعاش لوحده شوية. ايه في بيتي يا ولدي؟ ليه والكندا؟ انا هنا طرطور. ايه بقول لك كتلة ارميهم برا. هم مين اللي ارميهم برا؟ بلاوي اللي فوق، الخسارة، الميكروبات. بعدها سافر النمسا يدور على أبوه، ومنها لف أوروبا واشتغل في الملاهي الليلية في فرنسا وألمانيا، اللي فيها قابل محمد كريم المخرج وسراج منير كمان، اللي أقنعوه يدخل معاهم نفس المعهد ويدرس التمثيل والإخراج وهو هناك، ويرجع معاهم مصر. يا حلاوة المفاجآت، كلمة السر مال الحلو المال. لما رجع قابل المنتجة عزيزة أمير، ولما عرفت قصته وشافت ثقافته ولقت فيه حاجة مختلفة عن اللي حواليها، أسندت له إخراج أول فيلم ليه، ليلى. بعدها قابل يوسف وهبي وانضم لفرقة نجيب الريحاني وإسماعيل ياسين. لما دخل السينما ممثل أبدع في أدوار الشر الكوميدي. كان ليه ميكس عجيب كده بين ابن الزوات وابن البلد، اللي لسانه يرطن لغات وبلدي مع بعض. إفيهاته كانت علامات لسه بنستخدمها لحد دلوقتي. مدام، تسمحي لي بالرقصة دي؟ حد حيشك يا اخويا ما ترقص كده؟ طب بس اروح اتحزن واجيلك. انا خبيت انت من اول غسلة. مساء الخير يا طنط. عاش حياة كلها مآسي، بس أكبرهم كانت حياته العاطفية. وهو شاب حب رقاصة نمساوية جدا، وفي الآخر اكتشف إنها حبيبة أبوه، فتعقد من الجواز وفضل عازب لحد ما وصل 46 سنة، لما قابل زوجته الإيطالية ماريانا. قابلها في النادي الإيطالي في بورت توفيق، واتجوزوا وخلفوا ولدين، بس الاتنين اتوفوا، وده أثر عليه هو وزوجته وخلاهم متمسكين ببعض جدا، لدرجة إن ماريانا أصيبت بالجنون بعد وفاته، وفضلت تتعالج على نفقة نقابة الممثلين. الكونياك ده مشروب البنت المهذبة. في مرة كان بيزور قرايبه في اسكندرية، وفوجئ إن نقابة الممثلين عاملاله حفل تأبين بعد إشاعة وفاته، وفي نص الحفلة دخل عليهم ستيفان، وده قلب القاعة لأنهم افتكروا روحه رجعت. ووسط هرج ومرج وزغاريت ماري منيب ونجوى سالم إنه عايش، اتقلب حفل التأبين لكوميديا. بس بعدها بأسابيع، يوم 22 مايو سنة 1964 تعب فجأة ونقلوه المستشفى، وبعد وصوله بساعة اتوفى بانسداد شرايين القلب. مش انت يا فالح، خصوص اللي شايلهولك. حياته كانت رحلة صعود وهبوط وسفر وفن، بس ساب لنا تراث أضاف للفن المصري وهيفضل عايش معانا.